السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة: استعدادات الأهلي لمواجهة فيوتشر الأحد القادم. مرتضى منصور: يتم الحجز على جميع ممتلكات محمود عبد المنعم كهربا، وقرار جديد من الفيفا بإيقاف القيد بالزمالك خلال أيام. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليت أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. تدريبات الأهلي استعدادا للمباراة فيوتشر. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة فريق فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويدخل النادي الأهلي في مواجهة مثيرة أمام فريق نادي فيوتشر، والتي سوف تأتي في إطار مواجهات الأسبوع رقم 24 من عمر المسابقة، ومن المباريات المؤجلة للنادي الأهلي نظرا للانشغال بمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي حققها الشياطين الحمر. وخاض الفريق تدريبات الاستعدادية على أرضية ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، والتي شهدت منح راحة لمجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسي للفريق، ليخوض الفريق مجموعة من التدريبات البدنية والخططية. وألقى المدير الفني السويسري مارسيل كولر محاضرة على اللاعبين، كما خاض الحراس لمران مكثف مع ميشيل بانكون مدرب حراس المرمى. مرتضى منصور: الحجز على ممتلكات محمود عبد المنعم كهربا. قال مرتضى منصور عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: أرسلنا خطاب للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأن كهربا غير ملتزم بدفع الغرامة حتى الآن. وأضاف مرتضى: تم ترجمة الخطاب القادم من لجنة الانضباط بالفيفا، والذي يقول أنه سيتم الحجز على فلوس كهربا في النادي الأهلي، وأي عقار أو عربيات يمتلكها اللاعب. ونخطر البنك المركزي أن أي فلوس لديه لأبيه أو أمه أو أخته يتم الحجز عليها. واختتم مرتضى: تأخرنا بشكوى كهربا مجددا نظرا لتفادي دفع اللاعب للغرامة في حساب الزمالك المحجوز عليه. قرار عاجل من الفيفا بإيقاف قيد جديد للزمالك. كشف الإعلامي محمد شبانة عن أزمة جديدة تواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك. وأكد شبانة في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك أزمة تواجه الزمالك بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لعدم حصوله على باقي مستحقاته، مشددا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سيعلن قرارا جديدا خلال أيام بإيقاف قيد الزمالك. وأضاف أن المحامي الأجنبي للزمالك طلب من مسؤولي النادي سرعة حل الأمر مع بوطيب بشكل ودي قبل إعلان القرار خلال الأيام المقبلة. وتابع أن أحد مسؤولي الزمالك سافر للخارج من أجل مقابلة بوطيب والحديث معه عن كيفية حل الأمر بشكل يرضي الطرفين. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليت امر تعمل لايك للفيديو ومشاركه للقناه وتعلق بذكر الله، والى اللقاء في حلقه جديده من قناه محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.